السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بأفضل الأحوال وانتم تشوفوا في هذا الفيديو يا رب. كما راكم تشوفوا اخترت لكم اليوم باتيسري او شوكولا بطريقة جد سهلة ومقادير اقتصادية بدون كريمة سائلة. فقط بربعة بيض وشوية شوكولا وشونتيي رايحة تحضري طارطة تكفي تقريبا 20 شخص. ولا حبيتي الوصفة ما عليك غير تبعي جميع المراحل وتشوفي الفيديو للآخر. أول مرحلة نبدأ بها نحضر السيرو باش يبرد. في كاسرونة نحط كاس سكر مع 2 كيسان ماء، نحركهم شوية هكذا بالمغرفة باش يذوب هذاك السكر ونحطو على نار متوسطة. كي نشوفو بدا يغلي نحسبلو 10 دقايق ونطفي عليه النار. بالنسبة للمرحلة الثانية نحتاجو فيها شوكولا، عندي 100 غرام شوكولا نواغ، استعملت امباسادور، نحطهم في كاسرونة. هذو باش نحضروا الكريمة، كريمة الشوكولا. ندير فيها علبة دانيت ولا كريم ديسير او شوكولا، وعندي قطعتين من هاد الشوكولا تاع الكلاصاج. كيما راكم تشوفوا قطعتها دي مخصوص صغار باش تذوب لنا بالخف. كمية الشوكولا هنا حوالي 200 غرام شوكولا بالحليب، مع هذيك 100 غرام اللي استعملناها في الاول تاع شوكولا سوداء. نحطهم على نار قليلة يذوبوا، ومن بعد نضيف عليهم شوية حليب فقط باش نخفف الخليط لأنه جاني ثقيل بزاف. أنا استعملت هنا حوالي 300 غرام شوكولا لأنه حنقسمها على 2، نص نديرو في الكريمة ونص نخليه للتزيين. وبعد ما تذوب نروحو نطلعو لا شونتيي اللي فيها 150 غرام شونتيي، كما شفتو كاس ماشي مملوء. نضيف عليهم نفس الكمية تاع الشونتيي نديروها ما، يعني كاس ماشي مملوء ما بارد، ونطلعوها مليح بالباتور حتى نتحصلو على كريمة تكون متماسكة. بعدها نضيف هذيك الشوكولا اللي كنا ذوبناها وبردت، نضيف نصف الكمية ونخليو شوية للتزيين. كما قلت لكم ضروري تكون الشوكولا باردة باش ما تهبطليش لا شونتيي. ونكمل نضربها هكذا مليح بالباتور حتى نتحصلوا على كريمة بذوق الشوكولا. هاد الكريمة تجي بزاف بنينة، تقول راكم تاكلوا فلاموس. هذا هو القوام تاعها، نغطيها ببابي فيلم ونخليها في الثلاجة تبرد. وبعد ما حضرنا السيرو والكريمة وخليناهم يبردوا، المرحلة الثالثة نروحو نخدمو لاجينواز. نحتاجو فيها 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، في إناء ولا في غيسيبيون نفصل الصفر عن البياض. من الأحسن تختاروا البيض تاعكم يكون كبير، ولا كانت الحبة صغيرة استعملوا 5 بيضات. القاعدة تاع لاجينواز تقول كل حبة بيض نديرو فيها 30 غرام سكر و 30 غرام فارينة، يعني احنا استعملنا 4 حبات بيض نديرو فيهم 120 غرام سكر و 120 غرام فارينة. كما شفتوا بياض البيض درت له رشة ملح ونطلعو مليح بالباتور حتى يولي لنا مورانك بهذا الشكل. ومن بعد نبدا نضيف السكر على 3 دفعات، نضيف شوية ونخلط مليح حتى يذوب هذاك السكر، ومن بعد نضيف الدفعة الثانية والدفعة الثالثة حتى نكمل كامل الكمية كما راه موضح في الفيديو. انا هاد لاجينواز ما درت لها حتى منكه لاني درت فيها الكاكاو راح ينحينا ريحه البيض. ومن بعد نضيف صفار البيض بالتدريج، نضيف بالوحده ونخلط مليح. كي نشوفها اندمجت في الخليط نضيف الثانيه، وهكذا الثالثه والرابعه حتى نكمل. هذه المرحلة ضروري نخلطو مليح البيض، لازم يكون بهذا القوام. نكونو نخلطو حوالي 10 دقائق بالباتور باش تنجح معنا لاجينواز. ومن بعد نبدا نضيف الفارينة بالتدريج مع كيس خميرة كيميائية. كما راكم تشوفوا راني نغربل فيها بشوية، نديرها على دفعتين ولا على 3 دفعات ونخلط من تحت الفوق. الفارينة نحيت منها 2 ملاعق اكل كبار وعوضتهم بكاكاو بني باش تجينا لاجينواز تاعنا بذوق الشوكولا. واللي ما عندهمش الميزان تقدروا تعبروا الفارينة بالكاس تاع 240 مليلتر، هي كاس ممسوح. وكما قلت لكم تنحيو منها 2 ملاعق اكل كبار وتعوضوهم بالكاكاو بني. والسكر كما شفتوا في الفيديو عندنا كاس غير باع سكر. اما الخميرة الكيميائية كيس فيه 10 غرامات. وهذا هو لو ميلونج تاع لاجينواز، راهو واجد. نقسمو على 4 كما راكم تشوفوا غير بسباتولا هكذا حدت. انا حنقسمو عيني هي ميزاني
على 4 أجزاء باش نطيب 4 أوراق من الجينواز. كنت قادرة ندير لاجينواز تاعي في صينية كبيرة وبعد ما طيب نقسمها على 4، ولكن ماهيش رايحة تخرج لي الكمية ولا الحجم اللي راني حباتو. أما بهذه الطريقة راح ندير باتيسري ب4 طبقات وبحجم كبير. نفرغ الجزء الأول في صينية تكون فيها 23 على 23 سنتيم ومفروشة بابي كويسون، ونمشي هذاك الخليط بسباتول على كامل الصينية، نوزعو بطريقة تكون متساوية. وبملعقة نعاود نفوت على كامل السطح تاع الخليط تاعي باش نتأكد بلي راه متساوي. ضروري هاد الخطوة خاصة مع الأطراف، ما تخليوهمش رقاق باش ما يجوكمش يابسين بعد ما يطيبوا. ومن بعد نحط الصينية تاعي في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة حتى نشوفوها نشفت فقط. هذه هي النتيجة بعد ما تطيب، شوفوا كيفاش تجي. انا هنا غير نحيتها من الفرن، راني نحيلها في البابي كويسون باش نوريلكم كيفاش جات. نتوما من الاحسن كي تنحيوها غطوها بطرشون يكون مشمخ شويه يعني نادي، وخليوها حتى تبرد ومن بعد نحيولها بابي كويسون. هذه هي النتيجة. أنا خدمت هكذا 4 أوراق. نعتذر منكم راح لي المقطع باش نوريه لكم كامل كيفاش جاو، ولكن رايحين تشوفوهم في المونتاج. بعد ما طيبتهم كامل وخليتهم بردوا مليح نبدأ بالمونتاج. حطيت الورقة الأولى نحطوها يعني مقلوبة كما شفتوا، هذاك الوجه اللي يجي من الفوق حطيناه من التحت، ونشمخها بالسيرو. بالنسبة للسيرو بعد ما طاب أنا كنت ضفت عليه شوية قهوة حوالي نص كاس باش هكذا ما تجيناش باتيسري تاعنا حلوة بزاف. كما نعرفوا السيرو يجي حلو والكريمة حلوة، يعني هذيك القهوة حتنقص لنا شوية من الحلاوة وتعطينا مذاق رائع. كما نعرفوا الشوكولا تتماشى مع القهوة. كما تقدروا ديروا ملعقة نسكافيه في عوض القهوة، ولا ديروا عطر القهوة ولا عطر الكراميل، يعني المنكه اللي تحبوا. كما شفتوا انا درت طبقة من الكريمة. الكريمة هنا نسيت ما جبتهاش من فريجيدر، يعني حتى جيت نخدم بها هنا راهي متمسكة شوية، على هذه راهي دير لي هذوك الفقاعات. وبنفس الطريقة نكمل الطبقة الثانية، نحط لاجينواز نشمخها بالسيرو وندير طبقة من الكريمة درتها في لابوشادوي، وندير كما راكم تشوفوا خطوط يكونوا متساويين باش هذيك الطبقة تاع الكريمة تخرج لنا كامل كيف كيف، ما تجيناش جهة طالعة وجهة هابطة. بهذه الطريقة يعني ماكمش حين تحتاجوا سخسو، تخدموا ديريكت عادي. وبنفس الطريقة نكمل الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة. هنا نعطيكم أستوس صغيرة يعني باش تعرفوا لاجينواز تاعكم ولا راهي مسقية بيا ولا خصها شوية. فقط حطوا صبعكم عليها، ولا شفتوها راهي تخرج هذاك السيرو معناتها راهي مسقية بيا، ولا شفتوها ناشفة تقدروا تزيدوا لها شوية. واللي حبت تستعمل السخسو في هذه المرحلة أحسن، خاصة المبتدئين راح يساعدكم بزاف في الخدمة باش تجيكم لاطاخ تاعكم يعني بيان فيني، وهذوك الطبقات يجيو كامل كيف كيف. أنا حبيت نخدمها معكم بطريقة بسيطة ومام تكون اقتصادية باش أي واحد يقدر يجربها وينجح في تحضيرها. كما راكم تشوفوا الصورة راهي تعبر على نفسها بلا ما نشرح لكم، لأنه الطبقات يعني راهم كامل كيف كيف سيرو وكريمة. أنا حبيت نخدمها سامبل بالكريمة فقط، نتوما تقدروا ديروا لها الحشو اللي تحبوا بين كل طبقة وطبقة، لكم الاختيار. هنا في المونتاج ما نحيت لكم حتى مقطع باش تشوفوا كامل المراحل. بالنسبه للكريمه كما راكم تشوفوا راهي قدامي، كل ما تخلص لي لابوش نعاود نعمرها باش هكذا تجيني الخدمه سهله. ولا دويه يعني ماشي شرط تخدموا بهذه، تقدروا ديروا اي وحده ولا تقدروا حتى ما ديروش كامل، تخدموا يعني بلا بوش وحدها. ليسونسيال ديروا هذوك الخطوط كامل كيف كيف باش كما قلت لكم طبقات يجوكم متساويين. المرحلة الأخيرة كما راكم تشوفوا هي مرحلة التغليف. لازم نغطيو لاطاخ تاعنا كامل بالكريمة، هذيك لاجينواز تولي كامل ما تبانش.
نديرو طبقة مليحة من الكريمة من الفوق، ونبداو نليسيوها ونجبدو هذيك الكريمة الزائدة على الأطراف، ونغلفو كامل هادوك الجوانب. ومن بعد هنا جبت كوبات كيما راكم تشوفوا باش تساعدني نحي هذيك الكريمة الزايدة ونليسيها مليح. وفي هذه المرحلة التغليف لازم تغلفوها بالكريمة 2 مرات باش تجيكم الباتيسري تاعكم بيان فيني، يعني بين كل طبقة و طبقة تحطو لاطار تاعكم في المجمد باش هذيك الكريمة تتماسك مليح. أنا اكتفيت فقط بطبقة وحدة لأنه ما عنديش الوقت، حطيتها في المجمد مدة 10 دقايق باش هذيك الكريمة تشد روحها، وكي نديرلها الشوكولا يعني ما تهبطليش مع الجوانب. الشوكولا هاذيك اللي خليناها للتزيين راني نحيت منها شوية. تقدروا ديروها في لابوش ولا في كيس كيما تحبوا، كيس بلاستيكي، وديروا ولا حتى بالملعقة وديروا هاد الخطوط تاع الشوكولا. أنا هنا فقط عاودت دفيت هذيك الشوكولا لأنها كانت جامدة ما حبيتش تهبط لي، وندير هكذا قطرات مع الأطراف كما راكم تشوفوا. وهذيك الكريمة اللي غلفنا بها لا طاخت ما تنساوش في الاول تنحيو منها شوية باش ديكوريو بها من فوق. كما راكم تشوفوا درت هاد لي غوزاس شكل ساهل فقط ندور، وتقدروا ديروا الشكل اللي تحبوا اللي يساعدكم. كما راكم تشوفوا لا طاخ تاعي ما فينيتهاش مليح من الفوق لانه حتغطى كامل بالشوكولا، يعني بلا ديكوراسيون رايحين يتغطاو كامل هذوك اللي ديفو ما حيبان والو. من بعد جبت موس نحيت هذيك الشوكولا الزايده اللي كانت هبطت مع الاطراف، وهذيك الكريمه اللي بقات لي درتها دي غوزاس صغار كما راكم تشوفوا باش نغطيو هذوك اللي ديفو وتعطينا شكل شباب. وهذيك الشوكولا اللي كنا احتفظنا بها نسخنوها في الميكرووند ولا على حمام مائي ونخليوها حتى تدفى، ومن بعد نزينو بها في الوسط. ومن الاحسن قبل ما ديروا هاد الخطوه تحطوا لا طاخ تاعكم في المجمد حوالي 5 دقائق باش هذيك الكريمه تشد روحها مليح، وكي تفرغوا فوقها الشوكولا يعني ماهيش راح تتخلط لكم مع الكريمه. ولا شفتوا الشوكولا تاعكم ثقيله بزاف تقدروا تخففوها بشويه حليب. وبعد ما كملت وزعت كامل هذيك الشوكولا بالملعقة نهز لاطاخ تاعي شوية هكذا باش هذيك الشوكولا تولي ليليس. وهنا نعطيكم أستيس واحدة أخرى بالنسبة للناس اللي يحبوا يكتبوا في وسط لاطاخ وتجيهم الكتبة معوجة، خاصة للناس المبتدئين باش يتعلموا. جيبوا فقط كوبات ولا مسطرة كما تحبوا وديروا خط رفيع هكذا فوق الشوكولا وكتبوا فوقه. أنا كنت ذوبت شوية شوكولا بيضاء خففتها بشوية زيت وراني نكتب بيها. تقدروا تستعملوا الكريمة اللي خدمنا بها ديروها في كيس بلاستيكي ولا في لابوش كيما تحبوا تكتبوا بها عادي، ولا كريمة شونتيي تكون بيضاء كيف كيف، ولا عندكم طلية ولا فوندون كامل هادو تقدروا تكتبوا بيهم. وهذوك القلوب كيما شفتوا درتهم بطابع تاع قلب، حطيته في نكخي دوغي ليكيد وزينت به فوق الشوكولا. تقدروا ديروا الشكل اللي تحبوا، وزينت بوردة حمراء ولي بيغل ارجونتي دي بابيون هذيك الحلوة اللي تشبه الفخومبواز. تزيين طبعا على حسب الذوق وعلى حسب واش عندكم. انا فقط استعملت واش عندي في الدار، انه خدمتها هذا لا طاخت اليما كانت شهات باتيسري حبت تاكل درتها لها. نوريكم كيفاش جاتنا من داخل. وهاد لاطاخت كيما قلت لكم الا قسمتوها دي مورسو صغار حتخرج لكم 20 مرسو. تقسموها 4 على 5 مرسوات صغار، ولا حبيتو مرسوات كبار كيما هذا تقدروا تقسموها 4 على 4. وهذا هو الشكل تاعها من داخل. هذيك الكريمه تجي متماسكه، تقول خدمناها بلا كريم فريش، وهذيك لاجينواز تجي مشربه وذوب في الفم. نتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتنجحوا في تحضيرها. فقط تبعوا جميع المراحل وخذوا من النصائح اللي عطيته لكم. ما تنسوش تدعموني بجيم وتشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات.